مهنة القوادة وبيع الشرف والهوى مهنة قديمة جدا وتطورت وتغيرت عبر الزمن. في السابق كان القواد يعطي الزبائن قائمة أو مجلة فيها أنواعا وأشكالا من العاهرات، ثم يختار الزبون الفتاة العاهرة التي يريدها، ثم يزني معها ويدفع الثمن، وانتهت القصة. أما الآن فاختلفت القصة تماما، وصارت هذه المهنة أكبر بكثير. عندما تدخل السناب شات أو الإنستغرام وغيرها تجد فتيات يستعرضن مؤخراتهن ويتعرين ويتمايلن وكأنهن يردن إغراء أحد الرجال، ويسمين أنفسهن الفاشينيستات. وهذه الطريقة الجديدة للقوادة وبيع الشرف. شبكات الدعارة يحرضن البنات على هذه الأعمال، والهدف إغراء كبار الشخصيات والأمراء وأصحاب الملايين. فإذا أعجب أحد الأغنياء بأحد الفاشينيستات الداعرات، كل ما عليه أن يتصل بالقواد أو القوادة الذي يقف وراء الفتيات، وتذهب الفتاة ترقص وتتعرى أمام الرجال في حفلة، وآخر الليل ينفرد رجل الأعمال مع الفاشينيستا ويفعل كل ما يريد، ويغري الفتاة بالمال، ويهديها السيارات والقصور والماركات وكل ما تشتهيه، ولم لا؟ فقد أخذ منها أغلى ما تملك، شرفها. وفي اليوم الثاني تخرج البطلة الفاشينيستا سعيدة تتبجح بسيارتها الجديدة. تفاخري، لا بأس، فقد خسرت أغلى ما تملكين، وكل الدنيا لن تعوضك عن ما خسرت، وعن رضا الله. انتبهوا يا مسلمين على فتياتكم، فالقوادون وشبكات الدعارة يستهدفن المسلمات، وكلهم يبدأون بالطعن في الحجاب والنقاب والفضيلة، ويغنون بالحرية والانفتاح والتطور، وغاية هدفهم تحويل المسلمات إلى عاهرات وعاريات ورخيصات. والحرب شرسة جدا على العفة والشرف، وحسبنا الله ونعم الوكل.